دقيقة الصمت إجلالا وإقرارا لأرواح جميع. لأنه إذا بدنا نقيم المرافعة ما نقدر نقيمها من عام 1999 أو 98. المؤامرة ما كانت مؤامرة على جسد شخص بقدر ما كانت مؤامرة على الإنسانية عامة. أو شو هو دور الزمان والمكان بالمؤامرة؟ باعتبار محوري هو نظرية. وشاهدنا الصمت الدولي حيال ذلك الذي تسبب في هذه الأزمات. لم نشاهد أي تدخل أو أي تطرق حقيقة على أرض الواقع من أي دولة كان. الأسلوب الفظ مباشرة إذا قبل ما تكون العقول مشوشة، المجتمع راح تكون ردة فعله ومقاومته عنيفة كمان. فإذا قبل ما يجوا على الأسلوب الفظ أو الإبادة بمعنى ما يعني العام، الإبادة لازم يكون في مرحلة تشويش العقول. فيها ما أقدر أبحث على شيء في مكان آخر. ما دام الإنسانية هون بلش ضدها المؤامرات، فراح يكون الجواب القامش كلنا سامعين فيه. وأول خائن بالتاريخ اللي هو الكيدو. الخائن اللي انقطع عن جذوره. إذا هون المقياس كل إنسان ينقطع عن جذوره، عن ثقافته المجتمعية، يعتبر خائن وعميل للمؤامرة. وقلعة أمرالي اليوم القائد نحن مغيبين حقيقة عن معرفة الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان وماذا حدث بعد هذه الزلازل. القائد عبد الله أوجلان كانت قضيته هي الدفاع عن قضية شعبه، ولكنه ما تحول أيضا إلى قضية جميع الشعوب. طبعا هذه الشعوب المضطهدة وهذه الشعوب المضطهدة وقفت بجانب القائد عبد الله أوجلان من أجل حريتهم، لأنهم يروا أن القائد فكر القائد وفلسفته. مخرجات وتوصيات الملتقى: المطالبة والعمل والدفاع عن حرية القائد عبد الله أوجلان. 2. رفيعة وتيرة النضال الجماهيري من خلال التنظيم المستمر للمسيرات وكل الفعاليات الاجتماعية التي تأتي في إطار التنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.